ادي اخرة اللي يسمح كلام حد. توبة من دي النوبة ان اسمح كلام حد تاني في حياتي حتى لو مين. سمعت كلام امي وضربت السمك ني كده في الخلاط، قالت لي هتوفري فلوس كتير وعينكم ما تشوف الا النور. بجد مش قادرة اصدق النتيجة اللي شفتها يا بنات. النهاردة كنت في السوق لقيت السمك المكرونة ده حد قاعد بيه بيبيعوا الكيلو ب30 جنيه. انا عارفة ان انتوا هتستغربوا ان هو ب30 جنيه، ده ب30 جنيه لانه مجمد مش بلدي. تمام، البلدي بيكون اغلى من كده. انا اخدته نضفته كويس جدا من الشوك وشلت الراس بتاعته وما خليتش غير اللحم بس. خدته كده فرمته في الكبة او في شفشق الخلاط لحد ما ينعم معانا خالص. هنجيب بولة وهنفضي فيها السمك اللي احنا فرمناه ده من غير شوك ومتنضف ومغسول وزي الفل. تمام كده. هنركنه بقى على جنب، وفي نفس الشفشق هنحط بصلايه، هنحط جزرايه، قرن فلفل حامي، هنحط حوالي 5 فصوص توم وشبت وكزبره وبقدونس وملح وكمون وكزبره ناشفه ومعلقه من بهارات السمك. وهنضرب كل المكونات دي مع بعضها لحد ما تنعم تماما. ننزلها كده ونضربها تاني لحد ما تبقى ناعمه زي الميه. تمام كده. بس كده هيكون عندي كوبايتين رز مطحون. لو انت عايزه تطحنيه في البيت هتغسلي كوبايتين الرز وتفرديهم على فوطه لحد ما ينشفوا خالص وتطحنيهم في المطحنه بتاعه التوابل. عايزه تشتري جاهز، هو بينباع عند العطار جاهز. تمام كده. بعد كده بقى هنحط السمك بتاعنا لحد ما كل الخليط بتاعنا ده يتجانس وتبقى معايا احلى كفتة سمك. احلى كفتة سمك هتاكلوها. تنفع بكل انواع السمك اللي موجود عندكم سواء فريش او مجمد. هجيب شوية زيت كده وهاخدها بقى كور كده زي ما انتوا شايفين. اعملوها صوابع ماشي، اعملوها كور ماشي زي ما انتوا عايزين. بصوا المطة، بصوا المطة بتاعت الكفتة. ده دليل على ان المقادير والمكونات ناجحة 100%. الرز اللي احنا حطيناه كوبايتين ونص. انا لما لقيتها بعد ما فضيتها لقيتها طريه شويه، اخدت كمان نص كوبايه. يبقى احنا كده خدنا كوبايتين ونص من الرز المطحون. تمام كده. كورتها كده وبعد كده هقليها في زيت. الزيت يسخن عندي، بعد كده هقلي فيه الكفته. عايزه اقول لكم ان هي ما بتاخدش وقت خالص. يعني يا دوب كده بنملى الطاسه وبنجيب. انا بكون مهديه النار، يعني الزيت يسخن بهدي النار لحد ما ارصها كلها كده بالشكل ده، وبعد كده بعلي وبقلبها بقى كده ايه لحد ما تاخد كلها لون ذهبي حلو كده، علشان انا عايزاها تحمر من كل الاتجاهات تبقى كلها لون واحد. مش عايزه اقول لكم بقى على الريحه والجمال. بصوا بقى، بصوا لونها حلو ازاي. هنطلعها كده. هوريكم كمان واحدة ممكن تتاكل محمرة كده، لو انتوا بتحبوها محمرة ممكن تاكلوها محمرة. لكن انا هقول لكم انا هعمل فيها ايه دلوقتي. انا الكيلو قسمته على نصين، هاخد نص الكمية هطبخها والنص التاني هشيله مقلي في كيس هحطه في الفريزر لوقت تاني. تمام. عندي بقى كده حلة هحط فيها شوية زيت، هحط فيها معلقة من الثوم المفروم وهحمره كده لحد ما ياخد لون ذهبي. هيكون عندي نص كيلو من عصير الطماطم المضروبة في الخلاط، او على حسب بقى الكمية، شوف انت هتعملي قد ايه. هنحط بقى شوية ملح، شوية سكر، مكعب مرق دجاج، وهنقلب كل ده كده مع بعضه وهنسيبه لحد ما يغلي ويقصر شوية كده. هضيف معلقة صلصة. الصلصة دي اللي احنا عاملينها يا بنات مع بعض رمضان. لو انتوا حابين تعرفوا الطريقة اكتبولي في الكومنتات. بعد ما تتسبك هنزودها كوبايتين ميه وهنسيبها لحد ما تغلي. وهاخد نص كمية الكفتة علشان اعملها بالصلصة، ونص الكمية التانية هشيلها في كيس في الفريزر للاستخدام مرة تانية. يبقى انا كده جبت كيلو سمك ب30 جنيه، عملت منه نص ب15 جنيه وشلت النص التاني. حطيت قرن فلفل حامي وبس كده، يدوب غلوة او غلوتين وبس كده. بصوا بقى الكفتة عاملة ازاي. لا تقولي لي بقى هتفك منك ولا الكلام ده. الكفتة زي كفتة الجمبري بالظبط. الريحة تجنن يا بنات بجد. تعالوا بقى نغرفها كده. وانا عملت جنبها شوية رز بالشعرية، تقدروا تعملوا رز ابيض، تعملوا رز بني زي ما تحبوا. انا عملت رز بالشعرية جنبها وبس كده. بقى عندي احلى كفتة سمك
زي كفتة الجمبري بالظبط. وهنقدم جنبها المخلل الخيار اللي هو بيتقدم جنب الأسماك اللي احنا عملناه مع بعض، بجد تحفة. مش عايزة أقول لكم جميل قد إيه، بتاع السندوتشات اللي هو المخلل السريع، بتاكلي منه في نفس اليوم، وفي نفس الوقت لو قعد معاكي 15 يوم ولا شهر في التلاجة ما بيجرالوش أي حاجة، ومقرمش لحد آخر قطعة. بجد تحفة، جربوها وانا واثقة ان هي تعجبكم جدا جدا. هستنى رأيكم، وما تنسوش بقى شير كتير الوصفة عشان كل الناس تستفاد.